ماشي تمام. اتفضل اتفضل يا استاذ اتفضل. معنويا او ماديا على حسب. والكاميرا كانت هتقع دلوقتي بس الحمد لله. عايزين نشوف حل لسواقة الستات. الناس القريبين في حياتك نوعين. النوعين بيحاول يوقعك. محدش فينا بقى حرفيا. انا مش كاتب اي سكريبت، انا فتحت الكاميرا وحاسس ان انا عايز اتكلم. ازيكم عاملين ايه؟ انا مصعب رضوان. عايز اتكلم على السوشيال ميديا وعلى الفيديوهات وعلى المحتوى. انا عارف ان الفيديوهات دي حاليا ممكن ما يكونش ليها لازمه، بس ان شاء الله ان شاء الله هيجي اليوم اللي الفيديوهات دي هيبقى ليها لازمه، لما يبقى الواحد يبقى توب في اليوتيوب او كده. انا عندي 137,000 على التيك توك، على الفيسبوك 100,000. السوشيال ميديا دلوقتي بقت كل حاجه في حياتنا، سواء خاصه او عامه، سواء انت بتعمل فيديوهات وشغال او انت ماسك التليفون 24 ساعة وبتتفرج على الفيديوهات. الناس كلها بتفكر ازاي تعمل فيديوهات، لان هي بقى مشروع. انت عايز تعمل مشروع، طب ما بدل ما تروح تعمل مشروع وتدفع فلوس، طب ما تطلع تعمل فيديوهات. ممكن تعمل فيديوهات فود بلوجر، ممكن تعمل اي فيديوهات وتضرب معاك وتعمل اعلانات وتكسب فلوس. فبدل ما اروح ادور على شغل او كده، طب ما انا اعمل فيديوهات. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي؟ وده مش غلط. في ناس بتعمل فيديوهات ربنا كرمها عشان مش عشان خاطرها هي، عشان خاطر الناس اللي وراها او ايا كان. اول حاجه هي محتواك ايه. كلمه محتواك ايه دي انا بقيت احس ان هي موضه دلوقتي. يعني واحد يجي يسالك انت محتواك ايه، هو اصلا مش فاهم حاجه وهو اتفه مما تتخيل، بس هو بيسالك الكلمه دي. ايه ده هو انت بتعمل فيديوهات على التيك توك او انت بتعمل فيديوهات؟ طب هو انت محتواك ايه؟ انا كمصعب مش حابب اصنف نفسي في حته. عايز اعيش حياتي، عايز ما احسش ان انا طالع من بوكس داخل في بوكس المحتوى عشان خاطر لازم انا اعمل محتوى. لا، انا عايز اعمل الحاجه اللي انا بحبها. يعني انا دلوقتي مبسوط اطلع اعمل فيديو ان انا مبسوط 1 2 3 تمام، ان شاء الله اقول فيه كلمه او اقول فيه جمله يفيد حد. تمام. فيديو مثلا رياكت، عايز اعلق على حاجه اطلع فيديو اعمل رياكت. عايز اقول نصيحه، اتعلمت حاجه النهارده وانا عندي 26 سنه، اتعلمت حاجه عايز اطلع افيد بيها الناس، هطلع افيد بيها الناس. فانا مش حابب اصنف نفسي في حته المحتوى. لا، انا بعمل اللي انا حابه او اللي انا عايزه، عشان خاطر ما يجيش وقت احس ان انا مخنوق، انا متكتف. انا بعمل حاجه خلاص مليت منها، بعمل محتوى ايا كان هو نجح، بس انا مالل منه ومش طايق المحتوى. الناس بقت تسال كتير هو انت محتواك ايه. هات كده ليست الفولوينج عنده، الناس اللي هو عامل لها فولو، اقسم بالله ممكن ما تلاقيش 5 بيعملوا محتوى جد. كلها محتوى ممكن واحد يكون بيطلع بيشتم وبيحط تيت 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 وهو فرحان بيه. مش هتلاقي حاجه. يعني ممكن تلاقي واحد بيعمل المحتوى اللي انت بتعمله بس هو مش عاجبه عشان انت لسه ما نجحتش، هو عاجبه اللي ناجح، اللي الناس كلها بتقول عليه ناجح. تمام. فمش كل واحد يعمل فيها فقيق ويجي يسال انت محتواك ايه. يعني كان مش عايز اذكر اسماء بس هذكر اسماء. مثلا ما شاء الله اللهم بارك، سوزي عندها دلوقتي اكتر من 9 مليون على التيك توك، وفعليا هي ما شاء الله اتغيرت للاحسن. يعني هي طلعت في السوشيال ميديا بطريقه سلبيه، بس هي اتغيرت للاحسن. على الاقل بتحاول تحسن طريقتها، حسنت طريقتها كتير جدا. مع ان في ناس تانية طلعت تعمل فيديوهات بحجاب، اول ما الدنيا ضربت معاها قلعت الحجاب. فزي ما في ناس فعلا السوشيال ميديا عملت عامل كبير قوي ايجابي في حياتها، في ناس عملت عامل سلبي. في ناس كتير قوي بيطلع يعمل الفيديو عباره عن اغنيه ويطلع يعمل حاجه بايده. وفي ناس كتير قوي بتطلع تعمل على الاغاني بس. يعني انا لما اجي اسال ده اقول له انت محتواك ايه، هيقول لي ايه؟ هيضطر يقول لي محتوى كوميدي. طب ايه المحتوى اللي انت بتجيبه؟ اصل انت مش احمد رمزي، انت مش الناس اللي بتتعب وبتعمل محتوى كوميدي وبتجيب ناس وبتكتب سكريبتات عشان خاطر تعمل محتوى كوميدي. دي كانت مشكلة من المشاكل. تمام. المشكلة التانية، ربنا ما يجيب مشاكل، الفيو بتاع الفيديوهات بيأثر. انا واحد من الناس للأسف حاليا لسه بيأثر معايا. لما بعمل فيديو والاقيه مش جايب فيو بتخنق وبتضايق، وده غلط. وانا متأكد 100% ان ده غلط. غلط ليه؟ تتعب على فيديو جامد قوي وما يجيبش فيو، وفيديو تطلعه كده تطلع كده مره واحده، تفتح كاميرا التليفون وتطلع تقول 1 2 3 حاجه تافهه جدا ويجيب 16 مليون زي اللي عندي. فيديو جاب 16 مليون طلع اعمل رياكت. انا اصلا محقق كام مليون؟
محقق 100 مليون او اكتر من 100 مليون في اقل من 3 شهور تقريبا. تمام؟ ده فيديو لوحده جاب 16 مليون. طب والفيديوهات اللي انا طلع ميتين اقل فيهم جابت كام؟ فهي لازم لو انت ان شاء الله ناوي تكمل في المحتوى وفي الفيديوهات ما تبصش على الفيو. انا بقول لي النصيحه دي مش ليك ولا لحد بيتفرج، انا بقولها لي انا بس، انا بقولها لي انا عشان لما اجي في وقت افتح الفيديو اتفرج عليه افتكر ان انا قلت كده. الفيديوهات دي من اسوأ الحاجات، هي فعلا سرطان المحتوى. لو ركزت في الفيديوهات حقيقي مش هتعرف تعمل فيديوهات. تالت حاجة وهي الكلام الناس. كلام الناس في الفيديوهات. ماشي اتفضل يا استاذ، اتفضل. الناس عايزة ايه؟ عايزين نشوف حل سواقة الستات انا اسف يعني، بس والله العظيم الموضوع صعب جدا. المهم تالت حاجة الكلام الناس، هو من الحاجات القاتلة جدا برضو في المحتوى. ليه بقى؟ لان الناس القريبة بالذات، سيبك من الناس البعيدة. بص، اول حاجة مش هتلاقي حد اعلى منك زعلان من نجاحك. اي حد اعلى منك في حاجة، مش اعلى منك قصدي، اعلى منك في حاجة مش هتلاقيه زعلان من نجاحك، هتلاقيه بالعكس هو بيحاول يفيدك وبيحاول ايه يساعدك. التكسير كله بيجي من الاقل. الناس اللي هي يعني ممكن يكون اصلا ملوش وجود في المكان ده، هو مش حابب المجال ده سواء سوشيال ميديا او حاجه، بس هو بيحاول ايه يا عم القرف اللي انت بتعمله ده، يا عم انت مالك ما تسيبني. وللاسف فعلا والله العظيم مفيش حاجه بتيجي وحشه غير من اقرب الناس. انسى ان حد يقف جنبك، حقيقي انسى. هم مش فاهمين. انا اسف لو حد عارف هو هيقف جنبك في ايه كان عمل هو، لان هي هتفيده فكان عملها. مثلا مش هتلاقي حد محتاج ان هو يشتغل شغلانه او قدامه ان هو ياخد حاجه من هنا يوديها هنا وياخد فلوس وهيجي يقول لك لا هيعملها بنفسه لان هو فعلا محتاج. دي مش حاجه وحشه فيه. فطبيعي ان انت مش هتلاقي حد يقف معاك يقول لك لا الفيديوهات اللي انت بتعملها حلو. لا، امتى الناس دي هتقول لك حلو؟ لما تلاقي الناس اللي بره بدأت تشيد بيك، لما تلاقي الناس الغريبه، لما تبقى انت فعلا ناجح. لما تنجح طبيعي مفيش حد وقف جنب حد. الناس القريبين في حياتك النوعين بيحاول يوقعك، بس في نوع خايف منك وفي نوع خايف عليك. ايه خايف منك؟ في نوع خايف ان انت تنجح، لان هو شايف ان السبوت كتير عليك، الكلام كتير عليك في وجودك او في عدمه، بالحلو او بالوحش. فده خايف منك، حرفيا خايف منك، خايف تنجح. لان الطبيعي للاسف هو البني ادم الشيطان بيخش له من الناحيه دي. الفكره في ايه بقى؟ انت تقدر تتغلب عن الشيطان ازاي في الناحيه دي؟ ان انت تعمل عكس اللي الشيطان بيقوله لك. يعني هو بيقول لك ايه يا عم القرف اللي بيعمله ده، يا عم ده يبقى هو فاشل، ده مش عارف ايه، ده غلط، ده مش عارف ايه، ده ناجح، ده الناس بتتكلم عليه، ده ليه هو. الشيطان بيقول كده من داخلك، انت مش هتعرف حد تاني الكلام ده. فساعتها انت اعمل عكس اللي الشيطان بيقوله. حسيت بضيق كده والناس بتتكلم على واحد قريب منك، حاول تساعده، حاول تروح تتكلم معاه تقول له بقول لك ايه، اعمل كذا كذا. اللحظه دي روح اعمل عكس اللي جواك، هتلاقيك طبيعي مع التكرار بدات تتغلب على الشيطان اللي جواك، اللي هو مش انت كده، بس انت بدات تتغلب على الشيطان اللي جواك. ليه؟ لان بعد كده لما الشخص اللي هو قدامك ده ينجح، والله العظيم انت هتبقى من اكتر الناس اللي مبسوطه ان انت تبقى ماشي معاه، وهتحب ان انت تمشي معاه، وهتمشي في حتت تفتخر تقول ده كذا صاحبي، ده كذا صاحبي، وهتحب له الخير خلاص. ليه؟ لان الخير هيعم. هو ربنا كرمه ونجح وانت ماشي معاه، ممكن ربنا يكرمك من وراه، فهتحس ان الخير عم، فهتبدأ بقى تعرف ان انت كنت غلط زمان. فدي الناس اللي خايفة منك. طب الناس اللي خايفة عليك، الناس اللي مش هم مش عايزين اي حاجة يضروك، مش عايزين اي حاجة تتضر بسببها. هم خايفين عليك، هم شايفين فيديو وحش، طب ده اخر فيديو في الدنيا، لا شيله الفيديو ده وحش، لا ما تعملش فيديوهات تاني، اهدى شوية. دي الناس اللي خايفة عليك، قريبة منك، هم خايفين عليك لحسن تكون غلطت في كلمة فتزعل حد، خايفين لحسن غلطت في كلمة تأذيك. بس انت مع الاستمرار طبيعي، انت بني ادم، فلازم النهاردة تغلط
وبكره تسيب. هي كده، هي الدنيا كده. فانت لازم تعذر الناس دي، ولازم تفضل تحاول معاها، ولازم تفضل ماشي ورا حلمك، وتفضل ماشي ورا اللي انت بتعمله، وتحاول تحسن منه. تمام؟ بعد كده ان شاء الله ربنا هيكرمك وهتنجح، والناس دي اللي كانت خايفه عليك هتبدا بقى خلاص برضو تفتخر بيك بكل ناحيه وفي كل مكان. حتى لو عملت حاجه وحشه هيقولوها لك باستحياء، بس انت ان شاء الله تكون انت بعد كده عرفت الغلط من الوحش، مشيت على مسار واحد هيحدد لك كل حاجه وهيوديك على كل حاجه، وهتقدر تنفع ناس كتير. وان شاء الله ربنا يجعلنا نافعين، ويجعل الموضوع ده كله في ميزان حسناتنا مش في ميزان سيئاتنا، وينفع بينا الناس يا رب. فهي دي الموضوع كله عن المحتوى وعن السوشيال ميديا. فان شاء الله ربنا يكرمنا. حاسس ان انا انسجمت شويه، والله العظيم انا ما كاتب اي حاجه، حرفيا انا مش كاتب اي سكريبت. انا فتحت الكاميرا وحاسس ان انا عايز اتكلم. اسمعني وخد مني، لو قلت حاجه كويسه خد، وقول تعليقك بالوحش او بالحلو. يعني اللي انا قلته ده في حاجه صح، طب ايه الغلط، طب عدل عليا، خلينا ننفع بعض. انت لما تقول لي كلمه انا ممكن اخدها اعمل بيها. الكومنت بتاعك بيفرق. كومنتات، سواء كومنتات في الفيديو او كومنتات من بره الفيديو. في الحقيقه انا ساعات ببقى خلاص طبيعي بني ادم، بجيب اخري وبتخنق ومش عايز اعمل فيديوهات ومش عايز، خلاص قرفت. الاقي واحد بيتكلم في كلمه اروح راجع تاني اعمل فيديوهات. مش بقعد فتره، بس برجع اعمل فيديوهات. فما تنساش تعمل سبسكرايب وتخش تعمل لي فولو على كل المنصات اللي عندي، وان شاء الله ان شاء الله نقدر نعمل حاجه نفيد بيها الناس معنويا او ماديا على حسب. والكاميرا كانت هتقع دلوقتي بس الحمد لله ربنا ستر. ومعاكم مصعب رضوان بتاع كله. في نهايه الفيديو عايز اقول لك ما تنسوش تدعوا لاخواتنا، لان الموضوع بقى صعب معاهم دلوقتي. شوف اي حاجه انت تقدر تعملها هتنفعهم، يا ريت تعملها ان شاء الله، حتى لو هتطلع تقول كلمه بس. السلام عليكم.